بص، عايزك تمسك اي حاجه قدامك على المكتب بسرعه. يلا يلا. اللي ماسك قلم، اللي ماسك ستيك، برافو، اللي ماسك كراسه، حلو تمام. اي حاجه مسكناها، الحاجات اللي احنا قلناها دي ماده. ازاي يا مصر ده مش قلم؟ ايوه، ما ده قلم يعتبر ماده. ليه يا مصر بيقول عليها ماده؟ لان الماده ليها تعريف. التعريف بيقول ان الحياه طول ما ليها كتله ثابته وحجم ثابت، تمام، وتشغل حيز من الفراغ، يبقى دي ماده. دي ماده، حلو. يعني ايه كتله؟ يعني زي الوزن، بس الكتله ثابته، مقدار ثابت لا يتغير. لو حطيناها على ايدنا كتله مثلا 1 جرام فوق سطح القمر، مفيش جاذبيه 1 جرام. دي علاقتها غير علاقه الوزن تماما. حلو الكلام، حلو. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل ما يحيط بنا في اي مكان على سطح الارض هو ماده. لا ازاي؟ واحده واحده مصر، حاضر. بص، تطلع دلوقتي على الشارع، هتلاقي عربيه، تلاقي شجره، تلاقي قطه، تلاقي كلب. ده كل ده ماده. سيبهم من القطه والكلب طبعا. هتلاقي شجره وعربيه بس، تمام. هتلاقي بيوت، وارد جدا. كل اللي حواليك ده حبيبي اسمه ماده. ليه مصر بتقول عليهم ماده مع انهم اسمهم عربيه واسمهم موتوسيكل ماشي انا عادي، اسمها شجره عادي؟ لا يا حبيبي، الماده كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. لا تاني، بص ادي القلم اهو، ليه كتله، حلو الكلام، وليه حجم، الطول بتاعه والعرض. ايدي فاضيه، تمام، حطيت القلم على ايدي. طب الايد فاضيه، ده حيز اسمه من الفراغ، حلو. خد حيز من الفراغ، خد جزء من ايدي. يبقى كده تعريف الماده عرفناه: كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ، حلو. احنا خدنا في سنه 6 ابتدائي وفي المرحله الابتدائيه بتاعتك ان حالات الماده 3. حالات الفيزيائيه للماده كام؟ 3. مين شاطر يفتكرهم؟ حلو. الصلب كمان، والسائل شاطر، والغازيه، برافو عليك. في بعض الناس يقول ان الهواء ده مش ماده. لا يا حبيبي، عشان هو مش شايفه، يقول لك ده مش ماده. لا، احنا بنقول ان حالات الماده 3: صلبه وسائله وغازيه. الغازيه اللي هي زي بخار الميه، زي الاكسجين، زي الهواء، ده يعتبر ايه؟ ماده. يخش بيقول لك ايه؟ خلي بالك، يعتقد بعض ان الغازات ليست ماده. قال عليها ليه ليست ماده؟ لان هو مش شايفها، لانها غير مرئيه. لكن في الحقيقه ان الماده تتواجد في 3 حالات مختلفه. 3 حالات مختلفه: الصلب والسائله والغازيه. حلو، حلو الكلام. الماده بقى ليها وحده بناء. زي يا مستر، بص، احنا دلوقتي هنبني شقه، او احنا دلوقتي في الشقه حواليك 4 حيطان، فوقيك حيطه وتحتيك حيطه، يبقى كده كام؟ 6. ما علينا، انت حواليك كلهم حيطان. الحيطه دي اكبر حاجه مكونه ليها جانب الطوب، شاطر. يبقى جانب الطوب ده وحده بناء مين؟ الاوضه، او وحده بناء الشقه كلها، حلو. اذا تعريف الذره، او تعتبر الذره وحده بناء الماده. يقول لك يتكون المنزل من عدة طوابق. عدة طوابق، حلو. كل الطوابق تتكون من عدة شقق، حلو الكلام. وكل شقة تتكون من مجموعة من الجدران، حلو الكلام. وكل جدار يتكون من قالب الطوب، يعني كل جدار مكون من قالب طوب، حلو الكلام، حلو. فاعتبر ان قالب الطوب وحدة بناء المنزل. وبنفس المفهوم هو تعريف الذرة. قال لك وبنفس المفهوم الشامل تعتبر الذرة وحدة بناء وتركيب المادة. جاب لك هنا رسمة أبو الهول. أبو الهول يتكون من إيه؟ يتكون من صخور، اللي هو الصخر ده إيه؟ ده حجر جير، حلو. الحجر الجير ده نفكه، حلو. هتتكون من إيه؟ من مادة اسمها المادة دي كربونات الكالسيوم. بعد ما كربونات الكالسيوم حاجة اسمها جزيئات كربونات الكالسيوم. اللي بعد الجزيئات الذرات، ودي وحدة بناء أبو الهول. إذا كان أبو الهول وحدة بناء الذرات، فأي حاجة وحدة بناءها الذرات، اللي هي إيه؟ الذرة. إيه تعريف الذرة بقى؟ تعريف الذرة هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد. تمام كده؟ تمام. نخش بقى على أول عنوان عندنا واسمه بنية الذرة. عشان يكتشفوا لك بنية الذرة عملوا 3 محاولات أو محاولات كتيرة، أهمهم في 3 عصور. أول عصر العصر القديم بتاع مين؟ فلاسفة
اليونانيون. حلو الكلام، حلو. عمل دول الفلاسفة قالك إن المادة تتكون من أجزاء صغيرة غير قابلة للتجزئة، أطلق عليها اسم الذرات. يبقى عمل إيه؟ قالك المادة دي تتكون من ذرات، والذرات غير قابلة للتجزئة. حلو الكلام، حلو. نخش بقى اللي بعديه اللي هو عصر أوائل القرن التاسع عشر، وركز ده بتاع عالم مين؟ العالم دالتون. والعالم دالتون أول نظرية علمية، خلي بالك أول نظرية علمية. حلو الكلام، حلو. أوضح فيها إن الذرة غير قابلة للانقسام. يعني إيه؟ يعني مش هتتجسم. تمام؟ يبقى أوضح فيها أن الذرة غير قابلة للانقسام. حلو الكلام، حلو. نخش بقى في عام 1909، وده بتاع حبيبنا العالم رازرفورد، وده أول نموذج للذرة بني على أساس تجريبي. يبقى خلي بالك دالتون أول نظرية علمية، رازرفورد أول، أيوه صح، أول نموذج للذرة. حلو الكلام، حلو. العالم أرسطو رازرفورد ده عالم نيوزيلندي، ولد عام 1871 وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908، توفي عام 1937. وعشان تكرم الدولة وضعت صورته على أكبر العملات. حلو الكلام، حلو. نخش بقى. وقد توصل العلماء إلى أن هذه كلها وصل حاجة معينة. وقد توصل العلماء إلى أن الذرة رغم صغرها المتناهي فهي معقدة التركيب. يعني شوف هي صغيرة بس تحيرك الصراحة. ليه؟ التركيب بتاعها معقد شوية، مش تفهم لها ده مع مين وده مش مع مين، متفهمش. حيث تركيبها تتركب من نواة مركزية تدور حولها الإلكترونات. يبقى الذرة صغيرة نسبيا، حلو، أو متناهية في الصغر. مالها؟ معقدة في التركيب، معقدة في التركيب. هما تكون من حاجتين، نواة ويدور حول النواة إلكترونات، يدور حولها إلكترونات. أول حاجة أدي الرسم زي ما وضح عندك نموذج رازرفورد، حاجة وبتدور حواليها حاجة. إيه الحاجة اللي بتدور حواليها حاجة؟ دي اسمها النواة. يقول لك تشغل حيزا صغيرا جدا جدا، تشغل حيزا صغيرا جدا من مين؟ من الذرة. يبقى حجم الذرة هتلاقيها صغيرة جدا لو قارناها بمين؟ من الذرة. حلو الكلام، حلو. تحتوي على حاجتين، بروتونات ونيترونات. تحتوي على حاجتين، بروتونات ونيترونات. حلو الكلام، حلو. اللي بتدور حوالين النواة مين؟ ايوه الالكترونات. ودي جسيمات متناهية في الصغر وتدور حول النواة بسرعة فائقة. حلو. يعني ايه سرعة فائقة؟ احنا مش هنشوفها، بتعدي بلمحة البصر كده، بس بتدور بانتظام في حاجة اسمها مستويات الطاقة، تاخدها بعدين. يبقى تدور حول النواة بسرعات فائقة في مستويات الطاقة. حلو الكلام، حلو. صلى على النبي بقى. نكمل. يقول لك ملحوظة جميلة جدا، تعتبر النواة ضئيلة الحجم جدا جدا إذا ما قورنت بحجم الذرة. يعني يا مستر زي ما شرحت لك مثلا ادي لو حطيت نقطة صغيرة دي بتمثل مين؟ قولوا سامعك؟ النواة. برافو عليك. وحجم ايه دي؟ الذرة. يبقى حجم النواة صغيرة جدا جدا إذا قورنت بمين؟ بحجم الذرة. هنا بيقول لك ملعب بيسبول، الحتة الدبوس ده اللي في نص الملعب الصغير انت مش هتشوفه اصلا وقاعد على مدرج، ده مين؟ ده النواة. برافو عليك. نخش بقى على خصائص مكونات الذرة. هما 3 حاجات، بروتونات نيوترونات الكترونات. بروتونات نيوترونات الكترونات، صح. كل واحد ده منهم ليها رمز ولها شحنة كهربائية معينة وليها كتلة. حلو الكلام، حلو. خش على بعض. البروتونات الرمز بتاعها بي، اللي انت بقول بروتونات يبقى بي. اما النيوترونات بنقول نيوترونات بنكسر يعني ان. الكترونات اي. حلو الكلام، صح، برافو عليك. الشحنة الكهربائية، البروتونات موجبة الشحنة. حلو. نيوترونات صفر. ليه مثلا صفر؟ هتعرف بعدين، اصبر ما تستعجلش على رزقك. الالكترونات دي سالبة الشحنة اللي هي -1. الالكترونات -1. الكتلة بتاعت البروتون هي بتاعت مين؟ النيوترون. يعني كتلة البروتون هي بتاعت مين؟ النيوترون. اما الالكترون بقى مختلف، ده 1 على 1836. 1 على 1836. ايوه مستر انت قلت لي دلوقتي النيوترون صفر ليه؟ بص اصبر، ده داخلين. صلى على النبي. خش معانا.
الشحنة الكهربائية النسبية المكونة من الذرة. البروتون موجب الشحنة عشان موجب واحد. اما بقى النيوترون متعادل الشحنة، ادي موجب وصفر، يعني ادي عندك موجب واحد وسالب واحد، اجمعهم هيطيروا مع بعض يدينا صفر، عشان كده هو ايه شحنته صفر. عرفت ليه بقى؟ الصفر يعني ايه؟ يعني متعادل الشحنة. الكترون سالب مين؟ سالب الشحنة. بيقول لك هنا شحنة البروتون تساوي شحنة مين؟ الالكترون في المقدار وتخلفها في النوع. ازاي يا مستر؟ بص ادي احنا فوق اهو، نطلع فوق، شحنة البروتون كام؟ موجب واحد، والالكترون سالب واحد، يعني هو نفس المقدار الواحد بس تختلف في النوع، ده موجب وده سالب. برافو عليك. بيقول لك علل ليه يا مستر؟ توصف نواة الذرة بأنها موجبة الشحنة. بص أنا قبل ما نقول لك الإجابة إحنا قلنا في بروتون في نيوترون، النيوترون ده موجب وسالب فاديهم مع بعض يبقى صفر. حلو، يبقى أنت عندك صفر وعندك موجب واحد، عندك موجب اتنين، عندك موجب تلاتة، وده صفر، يبقى إذا نواة الذرة موجبة الشحنة لاحتوائها على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. يعني متعادلة يعني صفر، تمام؟ إن فيها موجب وسالب، سيبك من صفر، فيها موجب وسالب. حلو الكلام؟ حلو. خش على الملحوظات بقى الجميلة. كتل أو كتلة مكونات مين؟ الذرة. يقول لك تقدر كتلة مكونات دون الذرية بوحدة الكتلة اسمها واي. كتلة البروتون هي كتلة مين؟ النيوترون. برافو جدا. أما كتلة الإلكترونات ضئيلة جدا إذا ما كانت بكتلة مكونات مين؟ النواة. ازاي مصر ضئيلة؟ بص احنا مش قلنا كتلتها 1/1836؟ احسب الرقم ده بالآلة الحاسبة تلاقيه صفر علامة كذا رقم، يعني صغيرة جدا، عشان كده هي ايه؟ ضئيلة الحجم. برافو عليك. طب ايه اللي ترتب على كده يا مستر؟ اللي احنا لما نيجي نحسب مكونات او كتلة الذرة هنركن مين على جنب؟ الكترون. نقول له تعالى معلش اطلع بره، انت كتلة ضعيفة، هحسبك ليه اصلا؟ تمام؟ بيقول لك ما الذي يترتب على ذلك؟ تعمل كتلة الإلكترونات عند حساب كتلة الذرة. حلو. نكمل بقى، تتركز كتلة الذرة في النواة. ليه؟ ليه تتركز كتلة الذرة في النواة نفسها؟ عشان احنا عملنا مين؟ الإلكترونات، يبقى كده فاضلنا مين؟ فاضلنا النواة. لضآلة كتلة مين؟ الإلكترونات إذا ما كانت بكتلة كل من البروتونات والنيوترونات الموجودة داخل الذرة. تمام؟ هندخل بقى على الرموز الكيميائية للعناصر. بيقول لك اتفق العلماء على التعبير عن العناصر برموز تسهل التعبير عنها خاصة في المعادلات مين؟ الكيميائية. حلو الكلام. خش على بعده. قواعد اختيار وكتابة رموز العنصر. بيقول لك أول واحد رمز العنصر يمثل الذرة المفردة منه. رمز العنصر يمثل مين؟ الذرة المفردة منه. جدع. العناصر التي تتفق اسمها باللغة الإنجليزية مع اسمها باللاتينية أول حرف كابيتال رمز الفلور، زي رمز الفلور أوله اف، لا يبقى كابيتال وسمول، ما ينفعش، غلط. تاني بعد كده لو هناخد أول حرفين زي الكالسيوم سي اي، حلو، ما ينفعش السي كابيتال والاي كابيتال، ما ينفعش خالص، لازم السي كابيتال والاي سمول. طب يا مستر لو العنصر ده اسمه في الانجليزي ما اتفقش مع اللاتيني هنعمل ايه؟ هناخد اسمه باللاتيني ونقول بالانجليزي نديها بالجزم ونقول لك يلا بره مالناش دعوه بيك، احنا عايزين باللغه اللاتينيه. تمام. هنخش بقى على اللي بعده. تمام. هنا جاب لك بقى امثله لرموز بعض العناصر الشهيره، وخلي بالك ان الجدول ده حفظ ومهم جدا. ندخل بقى على اللي بعده بقى هناخد تطبيق حياتي على العناصر. العناصر دي ليها أهمية طبعا، ليها أهمية فيها. لو أنت مثلا من الصعيد أو بتروح الأرياف بتشوف الأرض الزراعية هتلاقي جدك عمك أي حد عنده أرض هتسأله إيه الأسمدة دي؟ هيقولك الأسمدة دي أنت عندك في المنهج يعني عناصر، بنستخدم بعض العناصر في الأسمدة. طب ليه بنستخدمها في الأسمدة في الزراعة؟ يعني لتحسين الإنتاج الزراعي. طب طالما هي بتحسن الإنتاج الزراعي زود منها. لا، ستوب، هتزود منها الضرة. هتقول له طب ازاي يا عمو؟ هيقول لك مثلا انت عشان عطشان بتشرب ميه، حلو، لو نزلت في نهر النيل
هتعمل ايه؟ هتغرق، هتموت. يبقى قطر الحياة تتقلب ضدك. نخش بقى نعرف يعني ايه أسمدة. الأسمدة دي بيقول لك مركبات كيميائية، مركبات كيميائية تستخدم في تحسين الإنتاج الزراعي. يبقى الأسمدة دي شوية مركبات كيميائية ولطاف ظراف تعمل على تحسين الإنتاج الزراعي. طب مكونين من ايه؟ في سماد شهير جدا اسمه NPK. NPK ده عبارة عن 3 عناصر: البوتاسيوم، الكي، فوسفور، بي، نيتروجين، ان. حلو. نمسك بقى كل عنصر وفايدته. اول حاجه النيتروجين. اول النيتروجين ده نون، يبقى مفيد لاوراق النباتات، عنصر الفوسفور ده لازم لتقويه جذور النباتات. حلو الكلام. اللي بعد عنصر البوتاسيوم ده لازم للنمو الصحي. بص، هو في 3 عناصر N و B و K. ال N بتاع مين؟ برافو، اخضرار اوراق. ال N بتاع جذور النبات، برافو. اما بقى ال K بتاع البوتاسيوم ده للنمو الصحي، حلو. بيقول لك ملحوظه، وخلي بالك يا دكتور، خلي بالك يا باشمهندس، ان استخدام المفرط للأسمدة ضار بالنباتات وبالتربة وصحة الإنسان والحيوانات وبالبيئة بشكل عام. زي ما قلنا، انت لما بتعطش بتشرب مية، ما ينفعش تنزل نهر النيل عشان تشرب، هتبقى وسط المية كلها، فبالتالي هتغرق، فالحياة لكترها بيقلب عليك بضرر. حلو. في سؤال حلو جدا صراحة، بيقول لك أي من هذه المواد تحتوي على عناصر الثلاثة أساسية؟ تمام. العناصر الثلاثة اللي هي ال N وال B وال K. هتمسك كل اختيار لوحده وتشوف هل الاختيار ده يحتوي على ال3 عناصر ولا لا. أول حاجة HBO، مفيش غير ال B بس، يبقى مينفعناش. تاني واحد ال N ال K NO، في ال K وفي ال N، لكن ال B مفيش، ما ينفعناش. التالت في ال N ها وال K موجود يبقى هو الاختيار ج. خش بقى اللي بعده بقى العلاقة بين أعداد الجسيمات دون الذرية. الجدول اللي قدامك ده أعطيك عدد معين من العناصر، وكل عنصر عدد البروتون وعدد الإلكترون وعدد النيوترون بتاعه، وفي الآخر تجمع البروتون والنيوترون مع بعض. ليه؟ هتعرف دلوقتي ليه. بس الجدول اللي قدامك ده عايزك تفهم منه حاجة واحدة، إن عدد النيوترونات بتساوي عدد عدد ايه؟ الالكترونات. حلو الكلام. ويتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي: عدد البروتونات الموجبة B بيساوي عدد الالكترونات السالبة E سالب. زي ما قلت لك الجدول ده عايز منك حاجتين. اول حاجة ان عدد البروتونات الموجبة بيساوي مين؟ عدد الالكترونات السالبة. برافو عليك. ليه طيب ده بيساوي ده؟ عشان الذرة متعادلة كهربائية. هي سؤال دلوقتي يقول لك علل الذرة متعادلة كهربائيا. ليه الذرة متعادلة كهربائيا؟ لتساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل الذرة. حلو الكلام. طب مجموع أعداد اللي في جدول، مجموع أعداد البي والإن، ده بتاع ايه؟ البي بتاع البروتونات والإن بتاع النيوترونات، ده عشان يديك عدد الكتل تعرفه بعدين. احنا دلوقتي نخش على بعده، نخش على حاجة اسمها العدد الذري. العدد الذري ده عدد البروتونات الموجبة الموجودة في نواة الذرة. مستر ثانية، مش انت قلت البروتونات الموجبة هي عدد الالكترونات السالبة؟ ايوه. يبقى ينفع عدد ذري عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول الذرة؟ ينفع جدا، برافو عليك. يبقى عدد ذري عدد البروتونات الموجبة الموجودة ده في نواة الذرة، وده بنكتبه زد. طب احنا بنكتبه فين يا مستر؟ هنكتبه تحت على الشمال. حلو الكلام. حلو. هتلاقي فيه عناصر عدد النيوترونات بتاعتها بيساوي عدد مين؟ البروتونات، زي العنصرين كاتبهم لك. وعدد النيوترونات هتلاقي فيه عناصر برضو عدد النيوترونات فيها اكبر من البروتونات. حلو الكلام. نخش على اللي بعده. نخش على بقى
يقول لك يسمى مجموع اعداد مين يا مستر؟ البروتون والنيوترون اللي قلت لك في اخر الجدول اللي زائد بي. ايوه قلت لي يا مستر فاكر الجمع بتاعهم او الرقم اللي يطلع ده بعدد نيكولونات. ايه نيكولونات ده يا مستر؟ ده العدد الكتلي. حلو الكلام. حلو. ايه العدد الكتلي؟ مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات المكونه لنواة الذره، وده بنرمز ليه بالرمز ايه؟ طب ده بيكتب فين يا مستر؟ فوق على الشمال. يبقى اذا عندنا العنصر فوق شمال العدد الكتلي، تحت شمال العدد الذري، فوق شمال العدد الكلي، تحت شمال العدد الذري. برافو عليكم شاطرين. يقول لك طب يا مستر ليه او علل، جاب لك العلل، يقول لك علل العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. ايوه، ما العدد الكتلي مجموع حاجتين، فبالتالي اكبر من عدد الحياه الواحده اللي هو ايه؟ العدد الكتلي اللي قلنا مجموع مين؟ البروتونات والنيوترونات. برافو عليك. اما العدد الذري لا اما عدد من البروتونات الموجبه او الالكترونات السالبه. تمام؟ يبقى العدد الكتلي اكبر من العدد الذري غالبا، لان العدد الكتلي يساوي مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات المكونه لنواه الذره، بينما بص بقى العدد الذري يساوي عدد البروتونات فقط. طب يا مستر انت قلت لي عدد الكتلي بروتونات ونيوترونات، العدد الذري بروتونات. طب احنا لو عايزين عدد النيوترونات هننقص ازاي من ده؟ حاجه بديهيه يعني، خدنا في الرياضه. بص بيقول لك عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. برافو عليكم. وادي هنا جايب لك اهو رمز العنصر وعملوا اكس مثلا. فوق قلنا فوق شمال عدد الكتلي، تحت شمال عدد الذري. يبقى الايه ديت الفوق ده عدد الكتلي عباره عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، تحت شمال عدد الذري. عدد البروتونات يساوي دي عدد الالكترونات، يعني دي او دي. حلو. قيم فهمك. حل السؤال ده، وقف الفيديو حله وتعالى. وقفت بقى الفيديو تعالى معايا. يقول لك تحتوي نواة ذرة الكلور على 17 بروتون و18 نيوترون. اكتب في الاطار المقابل رمز كل من الايه ديت قلنا مين؟ عدد الكتل. برافو. والذات العدد الذري. برافو. عايز ذرة ايه؟ كلور سي ال. هتلاحظها دي جبناها من حفظه فوق في الجدول. ارجع احفظ عناصر لو انت مش حافظه وتعالى نكمل. العدد الكتلي قلنا مجموع البروتونات والنيوترونات 17 زائد 18 35. تمام. العدد الذري ده يا مستر قلنا عدد البروتونات كام؟ 17. حلو الكلام. حلو. بيقول لك بقى ايه؟ ما معنى ان؟ بص ما معنى ان ده السؤال ده ليه حاجتين، لا اما حاجه وتعرفها او تعريف حاجه وتقول دي حاجه ايه. مش فاهم؟ تعالى معايا افهمك. يقول لك العدد الذري للكلور يساوي 17. حلو الكلام. ما معنى؟ اي ان عدد الذري، انا عارف بقى مين العدد الذري، ان عدد البروتونات الموجوده في نواه الذره يساوي 17. ما معنى ان عدد الكتل؟ هتعرف العدد الكتلي مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات المكونه لنواه الذره. حلو يا مستر. خش على اللي بعده، وده التقييم. ده ايه؟ التقييم. نبدا بقى. اول سؤال بيقول لك وحده بناء وتركيب جميع المواد ايه هي؟ يلا سامعك يا دكتور. صح، الذره. واحد يقول لي يا مستر قالب طوب مين يا حبيبي؟ قالب الطوب ده احنا شرحنا عشان نقول لك وحده بناء الماده هي الذره. تمام. اللي بعده، ما الرمز الكيميائي للعنصر الحديد اللي هو ايه؟ Fe. صح. علما بان نواه ذراته تحتوي على 26 بروتون 30 نيوترون. يبقى هم علما. يبقى بص نبدا بقى نستخدم خاصيه جميله اسمها خاصيه الاستبعاد. يعني استبعاد يعني الاختيار الغلط تستبعده لغايه توصل، هتلاقي وصلت في الاخر لاختيارين، هتشوف مين فيهم اللي صح. تعالى نطبق. Fe اللي هو الحديد، رمز حديد. ده فيه ايه؟ ايوه في حرفين. لما قلنا في حرفين، الاول ايه والتاني ايه؟ ايوه الاول كابيتال والتاني سمول. برافو عليك. الاف هنا اول كابيتال والتاني سمول، ده ينفع. ب ما ينفعش. ده كابيتال ده كابيتال. الجيم ينفع. ده ما ينفعش. نرجع بقى نشوف العدد الكتلي والعدد الذري. العدد الكتلي هتلاقيه في كله 56. نبص بقى على مين؟ العدد الذري. العدد الذري عدد البروتونات الموجبه. برافو. وتبقى الاجابه مين؟
جي. برافو عليكم شاطرين. اللي بعده، العالم إذا وضع أول نظرية علمية عن الذرة، فاكر لما قلت لك ركز ركز هتطلع مين؟ لا مش رازرفورد، دالتون. دالتون ده أول نظرية علمية، لكن أول تجربة أو أول نموذج بتاع مين؟ رازرفورد. اللي بعده، الجسيمات دون الذرية، ركز في دون الذرية. يعني دون الذرية يعني بروتونات ونيوترونات، بروتونات ونيوترونات اللي هي جي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. السؤال اللي بعده، ولك عنصر اكس تحتوي نواة ذراته على 20 جسيمان متعادل الشحن. هي يعني ايه؟ شوف لاقيه، شوف لاقيه، شوف اللؤ. ركز يا ده هتقع فيه، ركز يا بت. يعني ايه متعادل الشحنة؟ برافو، نيوترونات، برافو عليكم. يعني ايه؟ والنيكلونات يعني العدد الكتلي. يعني ايه؟ العدد الكتلي اللي هو 36. نكتب بقى رمز، اكتب يقول لك ايه؟ اكتب رمز العنصر متضمن العدد الذري اللي هو ايه؟ والعدد الكتل اللي هو زد. ادي ادي رمز العنصر اكس. فوق تجمع الاثنين، اجمع، لا تجمعش ان هو عطيك عدد النيوكليدات، العدد الكتل يبقى 39. برافو. العدد الذري هو عطيك 20، ما تحطهاش، لا ناقص 39 من 20 19، يبقى ده العدد مين؟ الذري. تمام. 19. اوجد بقى جسيمات سالبة الشحن. يلا كده مين شاطر اللي حل؟ برافو عليك 19. ازاي يا موسى 19 يا حبيبي؟ احنا مش قلنا ان العدد الذري العدد البروتونات الموجبة بتساوي عدد البروتونات السالبة؟ ايوه يا مستر. اذا العدد الذري بيساوي مين؟ الالكترونات السالبة. نخش بقى على السؤال اكمل. الثاني الف واحد بيقول لك اكمل العبارات التالية. النسبة بين كتلة الكترون الى كتلة البروتون موجة الواحد صحيح. هنفرض ان الالكترون واحد عشان قلنا ده صغير، والبروتون اكيد اكبر منه 2. لما نقسم واحد على الاتنين دي نص. طب النص ده واحد صحيح ولا يساوي واحد صحيح ولا اكبر اقل؟ اقل. برافو عليه، يبقى اقل من واحد الصحيح. بينما النسبة بين كتلة النيوترون الى البروتون احنا قلنا، فاكر قلنا دي واحد يو وده واحد يو، يبقى الاثنين متساويين، يبقى يساوي الواحد الصحيح. حلو الكلام. اللي بعده، الذرة نقط شحنة في حالتها العادية متعادلة. برافو عليه، متعادلة كهربائية. أما بينما النواة موجبة. برافو. نخش بقى 2 صح وغلط، وخلي بالك مع التصويب، جاب لك هنا مع التصويب يعني هتصوب الغلط. نقرأ واحدة واحدة ونفهم. يعرف مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات المكونة من نواة الذرة أي عنصر بعدد النيوكلونات. أيوه ده النيوكلونات اللي هو عدد إيه؟ الكتل. حلو. تهمل كتلة النيوترونات. بص 2 تهمل كتلة النيوترونات عند حساب كتلة الذرة. لا غلط، قلنا بنهمل مين؟ صح، الكترونات، لانها ضئيلة الحجم جدا جدا. يقول لك علل احتواء مين؟ الأسمدة الزراعية على مركبات بها عناصر N و B. هنقول B فايدته ايه وN فايدته ايه. البي ده بتاع الفوسفور، الفوسفور مهم في جذور النبات، جذور من النبات. اما الان ايوه في الاوراق، اخضرار الاوراق. برافو. اخر سؤال ده عايزك تحله بقى زي الشاطر وتبعتهولي على رقم الواتساب، هتلاقيه تحت في صندوق الوصف موجود او في الشاشه اللي قدامك، هيظهر قدامك. اتمنى تكون الحصه عجبتكم. عايز رايك في تعليق وتدي اللايك بتاعك الحلو، ولو عاوزت اي حاجه ابعتلي على الرقم وهرد عليك في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.